في هذا الفيديو راحين تشوفوا معنا ومن آياته أن خلق لكم من الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد. الحمد لله راني وصلت للمسجد الأكبر. أول زيارة ليا. هذا المسجد أكبر مسجد في الجزائر وما بين أكبر في العالم. شوفوا معايا هاد الهيبة من أول نظرة، ما شاء الله. اليوم راح نعيشوا تجربة كاملة داخل المسجد الأعظم بالجزائر. خليكم معنا. من برا المسجد يبان تحفة معمارية حقيقية. المساحة كبيرة بزاف وكل شيء منظم بطريقة رائعة. المنارة هذيك الطويلة تعتبر أطول في إفريقيا. التفاصيل في البناء، الزخارف والنقاء تاع اللون الأبيض يعطيك إحساس بالراحة والسكينة. بصراحة مكان يخليك تحس بالعظمة والهدوء في نفس الوقت. راني قربت ندخل للجامع. الإحساس هنا مختلف تماما، كأنك داخل لعالم آخر. كل خطوة تقربني أكثر، نحس بالهدوء والراحة يزيدوا شوية بشوية. شوفوا هاد المدخل الكبير، الفخامة من أول نظرة. كلش منظم، الله يبارك. بصراحة مجرد الدخول يخليك تحس بالسكينة. مكان يفرض عليك الاحترام والخشوع. هيا ندخلوا ونشوفوا وش كاين من الداخل. خليكم معايا. أول ما دخلت للساحة المنظر يخطف الأنفاس. شوفوا معايا هاد المساحة الكبيرة، كلش مفتوح ومنظم بطريقة مدهشة. المياه تعكس الضوء بطريقة جد رائعة، تعطي إحساس الهدوء والسكينة. الأشجار مزروعة بعناية تعطيك لمسة طبيعية تخليك تحس روحك في مكان راقي بزاف. الضوء والأنوار بزاف شابين، خاصة كيما يطيح الظلمة تعطي جو بزاف خيالي. بصراحة مكان يجمع بين الجمال، الراحة، السكينة. تحس روحك حاب تبقى هنا أطول وقت ممكن. كما تشوفوا الناس رايحين يصليوا، كل واحد داخل بخشوع وهدوء. الأجواء هنا مريحة بزاف. في نفس الوقت كاين اللي ما قدرش يقاوم هذا الجمال، جبد التليفون وبدا يصور. بصراحة المنظر يستاهل.
بين الماء والأشجار والأنوار. هذه تحفة حقيقية، مكان يجمع ما بين العبادة الجمال في نفس الوقت. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة. هنا دخلت لداخل الجامع. أول خطوة تحس وكأن الضجيج كامل خليته برا. الصمت هنا عنده هبة خاصة، غير صوت خفيف تاع الناس تتحرك وتستعد للصلاة. المساحة من الداخل كبيرة بشكل يخليك تندهش. السقف عالي بزاف والتفاصيل فيه دقيقة بشكل غير عادي. النور جاي من هاد الثريات الكبيرة اللي يضرب على الأرض ويعطي انعكاس جميل بزاف. الأعمدة مصفوفة بطريقة منظمة والزخارف الإسلامية محفورة بدقة، كل زاوية فيها فن وجمال. الزرابي نضاف ومرتبين والناس داخلين بهدوء، كل واحد لقى بلاصتو وريح فيها. كاين اللي يقرأ قرآن، كاين اللي يدعي، وكاين اللي غير قاعد يتأمل في هذا الجمال. تحس براحة نفسية كبيرة وكأنك مفصول تماما عن العالم الخارجي. مكان يخليك ترجع لروحك ولنفسك وتعيش لحظة صفاء حقيقية. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا بحجرة محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. هنا نكونوا راح نخرجوا من الجامع، بصح الإحساس اللي داخل القلب مازال. بصراحة تجربة ما تتنساش. المسجد الأعظم ماشي غير مكان للصلاة، هو مكان ترتاح فيه نفسك وروحك. إن شاء الله نرجع له مرة خلاف. إذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات تقدروا تزيدوا تشوفوا في القناة تاعي باقي الفيديوهات، وإن شاء الله تكون تعجبكم هي تاني. وشاركونا في القناة. سلام.